عمرك فكرت العدوى الفيروسية بتبدأ إزاي أصلاً؟ الحقيقة الصادمة إن كتير منها بيبدأ من عند الحيوانات. حوالي 75% من الأمراض المعدية الجديدة بتتنقل لنا منهم. فيروسات زي الإنفلونزا وكورونا وزيكا كلها بدأت رحلتها في عالم الحيوان. الفيروس ده كائن صغير جدا، أصغر بكتير من البكتيريا، ومحتاج خلايانا عشان يتكاثر. ولما بيدخل الجسم بيخطف خلايانا ويحولها لمصنع فيروسات حرفية. الفيروسات الجديدة دي بتنتشر بسرعة باللمس أو حتى من رذاذ الكحة. وأحياناً بيكون في وسيط في النص زي الناموس اللي بينقل فيروس زيكا. في عدوى بتكون بسيطة زي دور برد، وفي اللي بينتشر في الجسم كله عن طريق الدم. طيب الجسم بيدافع عن نفسه ازاي؟ عنده جيش كامل اسمه الجهاز المناعي. أول ما بيشوف الفيروس بيطلع له أجسام مضادة مخصوص عشان تقضي عليه. واللقاحات الحديثة زي تقنية mRNA دي بقى ثورة بتدرب جهاز المناعة بسرعة وأمان. عشان كده الوعي والوقاية هم أهم سلاح لينا عشان نحافظ على نفسنا. وده يخلينا نفكر مع احتكاكنا بالحيوانات أكتر، إيه ممكن يكون التهديد الفيروسي اللي جاي؟